مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري. معانا تقارير كتيرة ومختلفة النهاردة، أتمنى كلها تنال إعجابكم. لكن في البداية خلينا نقرأ مع بعض أهم العناوين. نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل إقليمية بالتنسيق مع منظمة الانتربول حول مكافحة تمويل الإرهاب. جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط العديد من قضايا المواد المخدرة. جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. جهود أجهزة وزارة الداخلية في ضبط العديد من القضايا التموينية. وأخيرا وزارة الداخلية تواصل فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. أهلا بحضراتكم. الحقيقة وزي ما قرينا في التقارير اللي هتكون معانا النهاردة، أول تقرير معانا من داخل أكاديمية الشرطة، واللي أقامت ورشة عمل إقليمية بالتعاون مع الانتربول والأمم المتحدة تحت عنوان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بالشرق الأوسط وإفريقيا. وده كان على مدار 3 أيام وفي حضور وفود 21 دولة. هذه الورشة أتاحت الفرصة والمجال لتبادل الخبرات والرؤى حول الأساليب المستخدمة لتمويل الأنشطة الإرهابية وأيضا أحدث أساليب مكافحتها. واستعرضت مصر تجربتها الرائدة في توجيه الضربات الاستباقية للأنشطة الإرهابية والتصدي للعناصر الضالعة في مجال الإرهاب. وأوصت الورشة في ختام فعالياتها بتعزيز تبادل المعلومات إقليميا ودوليا حول مكافحة الإرهاب وتفعيل برامج الانتربول علشان نرفع القدرات الشرطية المحلية في هذا الإطار، وكمان إقامة دورات وورش عمل واجتماعات لمكافحة الأنشطة الإرهابية والإجرامية اللي ليها صلة بتمويل الإرهاب. فرصة عقد هذه الورشة داخل أكاديمية الشرطة كانت فرصة للوفود للاطلاع على كل كيانات ومرافق أكاديمية الشرطة، والحقيقة أخذوا جولة تفقدية داخل أروقة الأكاديمية، اطلعوا فيها على البرامج التدريبية والتعليمية المطبقة داخل الأكاديمية لتأهيل طبعا يعني شرطة مصرية إن كانت محلية أو دولية وفقا لرؤية أمنية عصرية تواكب أحدث المستجدات الأمنية. وأثنوا جدا على كل الإمكانيات المتاحة في أكاديمية الشرطة. خلينا نطلع على كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. نظمت وزارة الداخلية ورشة عمل إقليمية بعنوان التعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي جاء تنظيمها بالتعاون مع منظمة الانتربول، ويأتي انعقادها في مصر إيمانا من الوزارة بأهمية التعاون الدولي والإقليمي لرصد وتجفيف منابع تمويل الإرهاب كأحد روافد مكافحة هذه الظاهرة. بالتأكيد الأساس في مكافحة الإرهاب وأي جرائم أخرى، جرائم عابرة للحدود، هي تبادل المعلومات والتعاون الوثيق بين أجهزة تنفيذ القانون في الدول في الإقليم، وهذا ما سنسعى إليه خلال هذا الاجتماع. هذه الورشة تأتي في سياق سلسلة ورشات عمل سابقة قمنا بها في هذا البلد الطيب. نحن سعداء جدا بوجودنا في هذا البلد الذي عانى من الإرهاب والذي ضرب أروع الأمثلة في مكافحة الإرهاب. أتاحت ورشة العمل التي أقيمت على مدار 3 أيام وشارك فيها وفود 21 دولة وممثلو منظمتي الأمم المتحدة والانتربول المجال للمشاركين فيها لتبادل الخبرات والرؤى حول الأساليب المستحدثة لتمويل الأنشطة الإرهابية وأحدث أساليب مكافحتها وما يرتبط بها من جرائم أخرى، في مقدمتها تهريب المخدرات والإتجار في العملة المشفرة لتمويل الأنشطة الإرهابية. Les sources de ces financements sont nombreuses d'appartenance du pays. Par exemple, au Niger, les sources du financement du terrorisme, c'est le trafic de drogue, c'est l'orpaillage, c'est le trafic de migrants, c'est le trafic d'armes, etc., etc. This is a good chance just like to learn from the very beginning and to get to know how other countries are investigating
what problems they are facing. Well, there are some trends that we have to deal with, like the cryptocurrencies and so on. And it's always good just to be updated, you know, it's like... وفي الحقيقة نتمنى أن تستمر مثل هذه الورش على كافة المستويات حتى نضع خطوط عريضة ونستفيد من تجارب الدول في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وقد استعرضت مصر تجربتها في توجيه الضربات الاستباقية للأنشطة الإرهابية والتصدي للعناصر الضالعة في تلك الأنشطة، مع التأكيد الدائم في كافة المحافل الدولية على ضرورة تجفيف منابع تمويله وعقد دورات دولية في هذا الإطار، ومنها هذه الورشة. Thank you. I think it is very timely and excellent that Egypt is hosting this event because it sets forward how Egypt has a leading role, has been a center of excellence on terrorism financing, on countering terrorism financing. Very relevant to have this here. We are in this wonderful police academy facility and we will have the opportunity to benefit. Well, as we have seen today, the efforts of Egyptian authorities have been fantastic in countering terrorism financing, and we continue to work very closely with Egyptian authorities in this space. This conference will be a great opportunity to further build on this cooperation with Egyptian authorities, but also with many other countries who are present here with us over the next few days. بحب أشكر جهود وزارة الداخلية المصرية واللجنة التنظيمية يلي حطوا كل الإمكانيات الممكنة حتى يكون هيدي الورشة ورشة ناجحة. أوصت الورشة في ختام فعالياتها بتعزيز تبادل المعلومات إقليميا ودوليا لمكافحة الإرهاب وتفعيل برامج الانتربول لرفع القدرات الشرطية المحلية في هذا الإطار، وإقامة دورات وورش عمل واجتماعات لمكافحة الأنشطة الإرهابية والإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب. والتعاون الدولي في عملية تبادل المعلومات من خلال قنوات منظمة الانتربول والقنوات المشرعة في عمليات التحويلات الغير قانونية واستغلال الاستثمارات على النطاق الوطني في عمليات تمويل الإرهاب. عقد الورشة بأكاديمية الشرطة كانت فرصة للوفود المشاركة فيها للاطلاع على كيانات ومرافق الأكاديمية، حيث تم تنظيم زيارة لهم للاطلاع عليها وعلى البرامج التدريبية والتعليمية المطبقة داخلها لإعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي وفقا لرؤية أمنية عصرية تواكب أحدث المستجدات الأمنية المحلية والإقليمية والدولية، حيث أشادت الوفود بإمكانات الأكاديمية وتفردها بين مسيلاتها في إعداد حماة الأمن والأمان. تمضي وزارة الداخلية في استراتيجيتها نحو تعزيز التعاون الأمني مع شركاء مصر الإقليميين والدوليين في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار. أهلا بحضراتكم. الحقيقة أنه ضربات أمنية ناجحة حققتها وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية على مستوى الجمهورية، خصوصا يمكن في مجال مكافحة المخدرات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام وبعض مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من تحقيق ضربات موجعة لتجار المخدرات، وقاموا الحقيقة بضبط عناصر إجرامية تخصصت في هذا المجال، بالإضافة لكميات كبيرة من المخدرات المتنوعة والأسلحة النارية وأيضا الأموال بنطاق محافظات زي البحر الأحمر والقليوبية والشرقية وأيضا مطروح. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير.
في ضربة أمنية قوية تعكس دقة عمليات الرصد والمتابعة باستخدام التقنيات الحديثة لخطوط السير العناصر الإجرامية الضالعة في جلب وتهريب المواد المخدرة. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن البحر الأحمر عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة اعتزموا تهريب كميات كبيرة من مخدري الحشيش والهيدرو عبر البحر الأحمر وترويجها على عملائهم بباقي محافظات الجمهورية. وتمكنت من إحباط محاولة استلام وجلب المواد المخدرة بالمنطقة الصحراوية قبالة سواحل مدينة سفاجة، وتم ضبط 3 أطنان من مخدر الهيدرو ونحو طن من مخدر الحشيش وقطعتين سلاح ناري وكمية كبيرة من الطلقات النارية ومبالغ مالية ونظارة ميدان. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 142 مليون و500 ألف جنيه. ومع تواصل ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإجرامية الضالعة في تهريب المواد المخدرة، فقد شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي ومديريات أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. استهدفت عددا من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وإعادة تدوير مخدر الحشيش، متخذين من دوائر أقسام شرطة مطروح والضبعة وسيدي براني مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو و76 ألف قرص لعقار الترامادول وأدوات ومعدات خاصة بإعادة تدوير مخدر الحشيش وأسلحة نارية وطلقات نارية مختلفة الأعيرة و7 سيارات ومبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 74 مليون جنيه. ومن نطاق مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية وجهت الأجهزة الأمنية حملة أمنية مكبرة استهدفت عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وأسفرت عن ضبط هذه العناصر وبحوزتهم 3 كيلوغرامات من مخدر الآيس ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4 ملايين جنيه. واستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم الإتجار في المواد المخدرة، فقد رصدت نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع العقاقير المخدرة خاصة عقار الكبتاجون وترويجه على عملائه بنطاق محافظة الشرقية. وتمكنت من ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون وكمية من المواد المخدرة المستخدمة في التصنيع. وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2.5 مليون جنيه. نجاحات كبيرة لأجهزة وزارة الداخلية في مجابهتها الحاسمة لجرائم جلب والإتجار في المواد المخدرة تسهم في وأد مخططات إغراق البلاد بها وتلافي آثارها وسلبياتها على المجتمع. يعني كلام كتير هذه الأيام مثار حول الأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية، ولأن وزارة الداخلية بتتصدى لكل أشكال الجريمة خصوصا يمكن اللي بيضر بالبيئة، فكانت الحقيقة بتتابع عن كثب كل هذه القضايا اللي بتضر البيئة. وتم ضبط خلال الأيام الماضية عدد من المصانع والمخازن للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر أو بدون ترخيص أو بيانات. وكل هذه الضربات الحقيقة اللي توجهت لهذه المصانع والمخازن كلها الحقيقة حققت نتائج إيجابية ملموسة. خلينا نتابعها كلها في هذا التقرير. تتواصل الضربات الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها، بخاصة جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني. فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملات أمنية مكبرة في هذا الإطار، أسفرت جهودها عن ضبط مخزنين ومحلين وشركة و4 مصانع بدون ترخيص بالجيزة،
لتجارة وتصنيع الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية، بداخلهم قرابة 600 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر، و6 أطنان ونصف مخصبات وأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر. كما نجحت في ضبط 6 محلات ومخزن وشركة بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات 49 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر، وقرابة 17500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر. ونجحت الأجهزة الأمنية بنطاق مديرية أمن القليوبية في ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية، بداخله كمية تزن 42 طن مواد خام وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و15 طن منتج نهائي مغشوش وبدون بيانات. كما تم ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية، بداخلهما 102 طن مخصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. واستمرارا للحملات الأمنية بالقليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص للمخللات، بداخله 40 طن ونصف مستلزمات إنتاج مخللات مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن الغربية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 مصانع للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بدون ترخيص، بداخلها 122 طن ونصف أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها بدون بيانات. كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4 مخازن بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية ببني سويف، بداخلهم قرابة 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن البحيرة، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6 شركات ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية، بداخلهم تم ضبط أكثر من 327 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، و15 طن أسمدة زراعية بدون بيانات. وبنطاق مديرية أمن المنوفية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 شركات ومصنع للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمالي مضبوطات تزن 327 طن أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية بدون ترخيص. كما تمكنت الأجهزة الأمنية وبنطاق مديرية أمن القاهرة من ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية متنوعة وأكثر من 9 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر بمصنعين وثلاجة بدون ترخيص. ولأنه بعض التجار بيستحلوا إخفاء السلع أو بيعها بأزيد من سعرها أو بيع سلع منتهية الصلاحية، فالحقيقة بتتواصل الجهود الأمنية للتصدي لكل هذه الجرائم، خصوصا الجرائم التموينية. وده الحقيقة خلال الأيام الماضية شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة بتنسيق مع فروعها المختلفة على مستوى الجمهورية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واللي أسفرت عن كثير من النتائج الإيجابية. خلينا نتابعها كلها في هذا التقرير. استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التموينية بشتى صورها، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها في هذا الإطار. أسفرت هذه الحملات عن ضبط أكثر من 172 طن دقيق بلدي مدعم قام المسؤولون عن عدد من المخابز البلدية ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالقليوبية والبحيرة وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وهو ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. ونجحت في ضبط قرابة 8 أطنان أرز أبيض وأكثر من 41 طن أرز شعير قام مسؤولو ومالكو عدد من المخازن لتجارة السلع الغذائية بالقليوبية والشرقية وبني سويف بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية وفي إطار استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 45 طن مواد بناء بحوزة المسؤولين عن 3 محلات ومخزنين لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية وقنا قاموا بتجميعها لبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء.
كما تمكنت من ضبط نحو 52 طن أسمدة زراعية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمنوفية وقنا والشرقية. ونجحت في ضبط 32 طن أعلاف حيوانية بمخزنين ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالشرقية وبني سويف وسوهاج تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قرابة 35 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات أمنية بالجيزة والقاهرة، ونجحت في ضبط 49 طن ونصف مخللات ومستلزمات إنتاجها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بثلاثة مصانع لإنتاج وتعبئة المخللات بالمنوفية والبحيرة، وضبط 30 طن ملح طعام وسكر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة وصاحب معمل ألبان بدون ترخيص بالغربية. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 25 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض وغير صالحة للاستخدام بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات بالشرقية. بتستمر وزارة الداخلية في تقديم الدعم للمواطن المصري، وده من خلال مبادرة كلنا واحد اللي وصلت لمرحلتها ال23 واللي مستمرة معانا حتى نهاية هذا الشهر تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وبتتوفر جميع الحقيقة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، وبتشارك في هذه المبادرة 1056 فرع لكبرى السلاسل التجارية، بالإضافة لوجود شوادر موجودة الحقيقة في كتير من الأماكن بتتوفر فيها السلع بجودة عالية وأيضا بأسعار مخفضة. وكل هذه الأماكن موضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. مش بس كده، لكن كمان بتشارك في المبادرة منظومة أمان بأفرعها الثابتة والمتحركة واللي بتصل إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك بتتوفر فيه السلع ذات جودة عالية وبتخفيضات أيضا كبيرة، وكلها موضحة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وحرصت المنظومة على طرح كميات إضافية من السلع المتنوعة عبر منافذها المتحركة وبتوجهها للشوارع والميادين المختلفة لبيعها للمواطنين بتخفيضات كبيرة. وده الحقيقة نابع من اهتمام وزارة الداخلية بالمواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في هذا التقرير. من منطلق المسؤولية المجتمعية لوزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل الوزارة فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% حتى نهاية الشهر الجاري. الأسعار داخلة بتخلينا ندور على المبادرة، نشتري من المبادرة. احنا نتمنى الأسعار تبقى في كل حتة أسعار واحدة، وهو رئيس عايز كده اساسا. وزاره الداخليه قايمه بمجهود كبير يعني جبار، يعني دي حاجات يعني خارج اختصاصها، لكن هي بتحاول انها تقف ضد الناس اللي بتلعبوا في السوق بالاسعار. لا دي حاجه كويسه جدا واحنا بنشجعهم على حاجه زي كده، لان احنا المستفيدين في حاجه زي كده. كل السلع متوفره، زيت وسكر ورز وكل حاجه، واسعار كويسه جدا. اتمنى تكون موجوده في كل حته مش بس في السوبر ماركت. رئيس ربنا يبارك له عامل كل حاجه حلوه وكل حاجه موجوده، مفيش حاجه ناقصه. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية من خلال 1056 فرعا لها على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها كافة أنواع السلع بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، حيث يقبل المواطنون على الشراء مستفيدين من تخفيضات المبادرة لتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. عندنا كل السلع الأساسية بكميات كبيرة ومتوفرة كل الكميات من الشاي والرز والسكر والمكرونة بتخفيضات كبيرة جدا. طبعا مبادرة زي ديت بتبين ان قد ايه الرئيس بيحس بينا، وقد ايه ان هو واقف مع الشعب بتاعه، وقد ايه ان هو بيحس بالمواطن وبيوفر له على قدر الامكان على قدر المستطاع
المنتجات الاستراتيجيه زي الزيت والسكر والرز. بنشكر السيد الرئيس ووزاره الداخليه ان هي بتشرف على المبادره دي. واحنا بنشكر السيد الرئيس على الاسعار الجميله اللي هو مقدمها لنا، ومصر بخير الحمد لله. إلى جانب السلاسل التجارية، أقامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع كبار التجار عددا من الشوادر بالميادين الرئيسية لعرض السلع المتنوعة في إطار المبادرة بالتخفيضات المعلن عنها. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر. وتشارك منظومة آمان في مبادرة كلنا واحد بتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة في منافذها الثابتة والمتحركة، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، ونبقى جنبك للنهاية. منظومة آمان تقوم بطرح كميات إضافية من السلع عبر منافذها المتحركة المنتشرة بالشوارع والميادين بتخفيضات كبيرة أشاد بها المواطنون على مستوى الجمهورية. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشعب. حاجة دي إنجاز عظيم للرئيس يعني حسبنا. الرز مدعم ب 13 جنيه في مبادرة الرئيس، ربنا يخليك لنا يا ريس. يعني الرز ده بره ب 20 جنيه و 18 جنيه، كل يعني وزارة الداخلية تساهم وتنزله 13 جنيه، حاجة يعني جميلة جدا يعني. في رز ب 13 جنيه، كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وربنا يعينه معانا. وشكرا لدعمك معانا وان انت حاسب بينا، وربنا يخليك لمصر. تستمر مبادرة كلنا واحد في أداء دورها الاجتماعي في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة في كافة السلاسل والمنافذ المشاركة فيها على مستوى الجمهورية. دايما هنا شرطة وشعب. مشاهدينا، أتمنى تكونوا استمتعتم بكل ما قدمناه لكم اليوم. على وعد بلقاء الأسبوع القادم بإذن الله وحلقة جديدة والمواطن المصري.